السلام عليكم. حدوته جديدة من حواديت الشارع، وحدوته النهاردة ليها علاقة باللي بيحصل مع إخواننا في غزة والأحداث الساخنة اللي بتحصل. الحدوته دي حصلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد البعثة وقبل الهجرة النبوية، وهي شديدة الشبه بالحصار والأحداث اللي بتحصل في غزة ومع أهالينا في فلسطين. الحقيقة إن اللي حصل إن بعد إسلام سيدنا حمزة وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، ان كان المشركين حبوا يتفاوضوا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام عشان يخف الدعوه او يتنازل عن الامر ده، وقالوا ان هم يخلوه ملك عليهم او يدوا له فلوس او كان ايا كان الحاجات اللي من هذا القبيل يعني. فرسول الله عليه الصلاه والسلام لما رفض، عمه ابو طالب خاف عليه وقال لبني هاشم وبني المطلب ان هم يتجمعوا في شعب ابي طالب بحيث ان هم يحموا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهم اتجمعوا بمشركيهم بمسلميهم، يعني كان المشركين والمسلمين مع بعض. في اللحظه دي قريش قررت انها تعمل شبه مقاطعة اقتصادية كاملة على الناس الموجودة في شعب ابي طالب. المقاطعة دي ان هم لا يتجوزوا منهم ولا يجوزوهم ولا يشتروا منهم ولا يبيعوا لهم، ويقطعوا عنهم الاكل والشرب. حتى الاكل اللي كان بيدخل من بره مكة كان كفار مكة بيشتروه بسعر اعلى عشان ما يروحش لبني هاشم وبني المطلب، لدرجة ان كان بتسمع من الشعب اصوات النساء واصوات الاطفال من كتر العياط من شدة الجوع. والحصار ده على فكرة يا جماعة ما قعدش يوم او يومين او شهر او شهرين، الحصار ده قعد تقريبا ما يقارب ال3 سنوات، 3 سنين من المعاناة والتجويع والمسلمين صابرين، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اذن ان الحصار يتفك والمشكلة تتحل. والغريب بقى في القصة ان المشكله اتحلت عن طريق واحد اصلا مش مسلم من المشركين، ربنا هداه ان هو يبدا في خطوات ان هو يحل المشكله دي ويفك الحصار، في قصه عجيبه جدا وغريبه جدا حصلت بترتيبات ربانيه، عشان تعرف ان انت لما تصبر وتعمل اللي عليك، ربنا سبحانه وتعالى لو انت عملت 1000 خطه ربنا سبحانه وتعالى هينجحك بالخطه رقم 1001، لان هي في الاخر بمشيئه الله سبحانه وتعالى. اللي يعرف منكم اسم الراجل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب ان الحصار يتفك يعرفني في الكومنتات، عشان بعد كده نكمل بقيه الحكايه، وللحديث بقيه ان شاء الله. السلام عليكم.